في حكايات أول ما تسمعها تحس إنها خيال، بس لما تعرف إنها حقيقية تبدأ تسأل نفسك إزاي وليه. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان اللي جاي تقيل. تخيل معايا كده مزرعة صغيرة في نص غابة سميكة في جنوب ألمانيا. حواليك شجر عالي، الهوا بيصفر في ودانك، والطريق طين وبارد. مفيش جيران، مفيش صوت عربيات، مفيش حتى نور. بس في بيت خشب قديم واقف لوحده، كأنه بيحرس حاجة محدش عايز يعرفها. سنة 1922 في المكان ده حصلت جريمة محدش عارف مين اللي عملها ولا ليه ولا حتى ازاي دخل وخرج من غير ما يسيب أثر. عيلة كاملة 6 أفراد اختفوا في ليلة واحدة، واللي اكتشفوه بعد كده كان مرعب أكتر من أي كابوس ممكن تتخيله. دي مش مجرد جريمة، دي لغز بقاله أكتر من 100 سنة، ولسه لحد النهاردة محدش عارف الحقيقة. البيت ده كان بتاع راجل اسمه أندرياس جروبر، راجل فلاح كبير عصبي ومحدش بيحبه قوي في المنطقة. عايش مع مراته سيزيليا وبنتهم فيكتوريا اللي كانت أرملة، ومعاها ولد صغير اسمه يوسف وبنت اسمها سيزيليا الصغيرة. فيكتوريا كانت شابة جميلة، بس الناس حواليها دايما بيبصولها بنظرات غريبة. في إشاعات بتقول إن علاقتها بأبوها مش طبيعية، بس محدش كان يقدر يواجههم. بيتهم كبير من بره بس مظلم من جوه. مفيش زيارات، مفيش ضيوف، مفيش ضحك، كأن المكان نفسه مكفن في عزلة. قبل الحادث بأيام أندرياس شاف حاجة غريبة جدا. كان نازل الصبح بدري، لقى آثار أقدام طالعة من الغابة ورايحة ناحية البيت، بس مفيش ولا أثر راجع. راح دور في الحظيرة، في المخزن، في السطح، مفيش حد. تاني يوم بالليل بدأ يسمع أصوات فوق في العلية، كأن حد ماشي بهدوء. لما طلع بص مفيش حاجة. الغريب إنهم لقيوا جورنال غريب في البيت، جريدة محدش اشتراها، وكأن في حد تاني قاعد معاهم وبيتابع حياتهم. كل ليلة كانت بتبقى أسوأ من اللي قبلها. سيزيليا الصغيرة قالت لمامتها إنها سمعت أصوات بتهمس فوق السقف. الأم افتكرت إن دي خيالات أطفال، بس بعد يومين الخدامة القديمة سابت البيت فجأة. قالت إن المكان مش مريح وإنها مش ناوية تقعد فيه ليلة كمان. العيلة وقتها ضحكت وقالوا يمكن اتخضت. محدش كان عارف إن ده كان آخر تحذير قبل الكارثة. يوم 31 مارس وصلت خدامة جديدة اسمها ماريا. أول يوم شغل ليها، لسه بتتعرف على البيت. كانت فيكتوريا بتحاول تبين إنها مطمنة، بس في عينيها خوف واضح. ماريا قالت إن الجو جوه المزرعة تقيل، كأن الحيطان شايلة سر كبير محدش عايز يقوله. بالليل الجو كان مطر ورياح، والكل دخل نام بدري، ومفيش حد سمع حاجة بعد كده. دي كانت آخر ليلة في المزرعة. الساعة حوالي 11 بالليل، الريح شديدة والمطر نازل، وأندرياس طلع يقفل الباب الخلفي. حد كان بيبص عليه من الضلمة، بس هو
ما خدش باله. فيكتوريا كانت في الأوضة مع عيالها وسمعت صوت غريب جاي من ناحية الحظيرة. قالت يمكن حيوان، لكن بعد ثواني الكلب نبح جامد وبعدين سكت فجأة، واللي بعد كده محدش عارفه غير إن الفجر طلع والمزرعة بقت ساكتة تماماً. عدى يوم واتنين، الجيران استغربوا إن محدش شافهم. راحوا يشوفوا المزرعة. أول حاجة شافوها إن الكلب مربوط بره، باين عليه جعان وتعبان. نادوا كتير، مفيش رد. واحد منهم دخل الحظيرة وبعد خطوتين وقف مكانه من الصدمة. هناك كان في 4 جثث متكومة فوق بعضها، متغطية بالتبن، وكأن اللي عمل كده ما كانش مستعجل خالص. بعدين لقوا الخدامة الجديدة مقتولة في أوضتها، والطفل الصغير يوسف في سريره. الغريب بقى مش الجريمة، الغريب هو اللي حصل بعدها. الجيران لاحظوا إن الحيوانات مذبوحة ومتاكلة، اللبن مغلي في المطبخ، ونور البيت بيتولع ويطفي بالليل، كأن في حد عايش جوه. الغريب بقى مش الجريمة، الغريب هو اللي حصل بعدها. الجيران لاحظوا إن الحيوانات مذبوحة ومتاكلة، اللبن مغلي في المطبخ، ونور البيت بيتولع ويطفي بالليل، كأن في حد عايش جوه. تخيل القاتل فضل في المزرعة كام يوم، نايم على نفس السرير وبياكل من نفس الأكل وسط الجثث اللي هو نفسه قتلها. البوليس جه وبدأ التحقيق، بس كل حاجة كانت غريبة فيها لغز. مفيش أي علامة اقتحام، مفيش حاجة مسروقة، ومفيش حد سمع حاجة طول الليل. أداة الجريمة كانت المعول، أداة للمزرعة نفسها. ظهرت نظريات كتير. في ناس قالت إن جارهم لورنز شليتنباور هو اللي عملها لأنه كان بيحب فيكتوريا زمان، وفي إشاعة إنه يوسف ابنه. لكن لما حققوا معاه ما قدروش يثبتوا عليه حاجة. بعد كده بدأ الناس يتكلموا عن لعنة، بيقولوا البيت ده من الأساس عليه لعنة. كل اللي حاول يعيش فيه بعد كده حصل له حاجة. في ناس سابت المكان بعد أول ليلة، واللي غريب أكتر إن جمجمة الضحايا اتبعتت للتحليل بس اختفت وما رجعتش أبداً، كأن اللغز رافض يتحل. بعد 100 سنة لسه الشرطة الألمانية ما قفلتش الملف ده. مئات الناس حاولوا يحلوا اللغز، لكن الحقيقة ضاعت بين الرياح اللي بتلف حوالين هنري كايفك. يمكن القاتل مات وسره مات معاه، أو يمكن لسه في حد عايش عارف كل حاجة وساكت. بس اللي متأكد منه إن في أماكن مش المفروض الإنسان يقرب منها، لأن الشر هناك مش بس بيقتل الجسد، الشر هناك بيستنى روحك وبيفضل يطاردك حتى بعد ما تمشي.